الامتحان طبيعي إنه موقف مؤلم لأنه حاجة مصيرية، فالنتيجة هيتوقف عليها حاجات كتير من أسرتك أو مدرستك أو جامعتك أو حتى شغلك، وكلهم مستنيين إنك تنجح. فده بيخليك تخاف إنك ما تكونش مذاكر كفاية أو إن مستواك مش قد كده، وتلاقي نفسك مرعوب إنك تفشل أو تخسر الوظيفة أو المكان في الجامعة اللي أنت مستنيه. طيب إزاي أقلل من قلق الامتحان؟ أولا قبل الامتحان، واحد ما تقارنش. قبل الامتحان هتلاقي نفسك عمال تقارن بين مذاكرتك أو مراجعتك للمذاكرة مع اللي بيعملوه أصحابك. ما تعملش كده. ساعات هتلاقي حد من زمايلك أو أصحابك عمال يقول إنه راجع الكتاب يجي 17 مرة، وتلاقي نفسك لسه ما خلصتش ربعه. نفض للكلام ده، كل واحد ليه طريقته في المذاكرة، وكل شيخ ليه طريقة زي ما بيقولوا، وانت أدرى بالمناسب ليك. اتنين، اعمل جدول. اعمل خطة للمذاكرة وجدول زمني، بس أهم حاجة إنه يكون واقعي. يعني ما تعمليش فيها الواد اللي مفيش زيه وحاطط 20 ساعة مذاكرة. وبعدين لازم تلتزم بالجدول ده، وما تخليش حاجة تتكركب فوق دماغك. الالتزام بالجدول ده هيديك إحساس بالثقة إنك قادر تتحكم في اللي بتعمله. تلاتة، ذاكر كل حاجة. ما تسيبش موضوع أو مادة حتى لو ما بتحبهاش أو شايفها صعبة، لأن كده كده هتمتحن فيها يا معلم، ومفيش هروب من إنك تذاكر. أربعة، اضبط مواعيدك. إنك توصل الامتحان في الوقت المناسب دي مسؤوليتك أنت، مش مسؤولية حد تاني، علشان كده اتأكد إنك تعمل كده صح. خمسة، نام بدري. ما تصحاش الوقت متأخر يوم الامتحان، لأنك لازم تكون فايق وانت بتمتحن، علشان كده نام بدري في وقت معقول. يعني برضه ما تقضيش اليوم في النوم، لأنك هتقوم الصبح كده دايخ. وافتكر إنك تضبط المنبه، وبرضه مهم إنك ما تراجعش على السرير لأنه مش مكتب. ستة، فترات الراحة. القلق المستمر مش هيساعدك في حاجة، لكنه مش هيخليك تعمل كويس في الامتحان. علشان كده حدد وقت للراحة والاسترخاء بشكل منتظم، يعني على الأقل 10 دقايق راحة كل ساعة مذاكرة. سبعة، طبطب على نفسك. من ضمن الجدول الزمني اللي هتعمله، اعمل وقت مخصص ليك تعمل فيه الحاجة اللي بتسعدك. اعمل قائمة بالحاجات اللي بتحبها وبتسعدك، واختار واحدة منها تعملها بعد المذاكرة كمكافأة ليك. 8، كل كويس. النظام الغذائي المتوازن هيساعدك في تحسين حالتك المزاجية، ويقلل من التقلبات المزاجية اللي ممكن تتعرض لها. فلازم تاكل وجبات متوازنة وفي أوقات محددة، وما تنساش عقلك محتاج للطاقة علشان يشتغل. 9، التمارين الرياضية. لما بنحس بالقلق جسمنا بيفرز الأدرينالين عشان يحضرنا نعمل حاجة من اتنين: إما الهروب أو الخناق ومواجهة الحاجة اللي مخوفانا، وده بيسبب أعراض جسمية زي الرعشة أو الدوخة. وعن طريق التمارين زي المشي أو الجري أو السباحة هتقدر تحرق الأدرينالين وتقلل من الأعراض الجسمية للقلق. ولما نكون كسالى عقولنا هتكون تخينة هي كمان. 10، الاسترخاء. الخوف بيعمل سرعة نفس. دور على أي أوضة هادية بعيد عن أي مشتتات، وخلي عقلك هادي وركز بس مع تنفسك. خد نفس عميق، وده هيخليك تحس بالتحكم. 11، ابعد عن السوائل. شرب القهوة والشاي أو أي حاجة فيها كافيين فكرة وحشة، لأن ده هيخليك تحس بتوتر زيادة. وبرضه ابعد عن الحلويات والمشروبات السكرية. 12، فكر بإيجابية. لما نحس بالقلق هندي لنفسنا رسائل سلبية زي مش قادر أعمل كده، أو أنا فاشل، أو هسقط. يبقى لازم تبدل الأفكار دي بأفكار مشجعة، زي كل حاجة هتبقى كويسة. وخلي نفسك إيجابي عن طريق إنك تتخيل إنك دخلت الامتحان وعملت كويس ونجح. حاول إنك تتخيل الموقف بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. لو عندك أفكار سلبية بدلها بصورة إيجابية. ممكن ده يكون صعب، لكنك هتقدر. 13، أنت مش لوحدك. لما تلاقي نفسك متوتر اتكلم مع حد من صحابك أو أسرتك أو زمايلك عن اللي قلقك. زي ما سبق قلنا، طبيعي إنك تحس بالتوتر من الامتحانات، لكن التفريغ هيساعدك تحس بالهدوء. ثانيا، وقت الامتحان. 1، املى التانك. لما تحس إنك قلقان قبل الامتحان كل موز. إيه ده، هو أنا قرد؟ معلش خدني على قد عقلي. الموز بيساعدك على الهدوء، بيمد الجسم بالطاقة ببطء، وده هيخليك ما تحسش بالجوع
وانت بتمتحن. برضو خد مية معاك علشان ما تحسش بالعطش وتقدر تركز. 2. هندس يا هندسة. اعمل حساب لكل سؤال هياخد منك وقت قد ايه من الامتحان، ايه الاسئلة اللي هتاخد وقت والاسئلة السهلة، وقسم وقتك بين الاسئلة علشان تضمن انك تجاوبها كلها. 3. ما تزنقهاش. لما تكون بتمتحن مواد فيها كتابة كتير زي الانجليزي مثلا، ما تلزقش الاجابات في بعض، واعمل حساب مسافة فاضية في اخر الاجابة، يمكن تفتكر حاجة تحتاج تضيفها لما تعيد قراية الورقة في اخر الامتحان. 4. ما تلزقش في السؤال. ما تضيعش وقتك في الأسئلة اللي عارف إجابتها وتقعد تعيد وتزيد فيها. افتكر إنك لازم تجاوب على كل الأسئلة، وإن نتيجة الامتحان هتكون وحشة لو جاوبت على شوية كويس والباقي لأ. 5. بلاش نكش الفراخ. خلي كتابتك منظمة وبخط حلو، مش حاجة وحشة إنك تاخد شوية وقت علشان تظبط شكل الورقة وتفتح نفس المصحح إنه يديك درجة كويسة. 6. النفس تاني وتالت. لو حسيت انك قلقان وانت بتمتحن، سيب القلم والورقة دقايق واعمل تمارين التنفس اللي قلنا عليها، وبعدين ارجع كمل الإجابة تاني. ثالثا بعد الامتحان. 1. اللي فات مات. ما تراجعش إجابتك بعد الامتحان وتشوف مين جاوب ايه وانت اللي صح ولا فلان. خلاص الوقت فات والإجابة مش هتقدر تغيرها، يبقى اللي حصل حصل، انسى الموضوع خلاص وركز في اللي جاي. 2. انت مش الدرجات. رغم ان الامتحانات مهمة لكنها مش كل حاجة في الدنيا. ممكن تكون نتيجتك مش قد كده، ما تحبطش نفسك، فبعض الناس احسن من غيرهم في الامتحانات، لكن ده مش معناه انك فاشل، عندك فرصة انك تحاول تاني. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.